مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده حبيت اعمل معاكم وصفه جديده، حاجات كده خفيفه وجميله للاطفال، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت في التحضير ولا في التجهيز. معايا ده نص كيلو اوراق. انا خليتها وقطعتها شيش. تمام. حضر التتبيله. هنا ربع معلقه فلفل اسود، عندهم ملح، علبه زبادي، لا يحمص الأول. نص معلقة كاري. هو المفروض مستردة مش كاري، بس انا ما عنديش، فدي هتأدي الغرض. طبعا طعم المستردة مختلف، بس هنعمل ايه. نص معلقة روزماري، حوالي معلقتين كاتشب، حوالي معلقتين دبس رمان او صويا صوص لو موجود عندك. اخر حاجة عصير ليمونة. المفروض احطه من الاول بس نسيته. هسيبها في التلاجة على قد ما اقدر، يعني لو قدرت ساعة ساعتين ماشي. هعمل مكرونة للولاد، تكون الفراخ شربت من التتبيله شويه. هنعمل دلوقتي الكفر اللي هنغطي بيه الفراخ بتاعتنا. معايا هنا بيضه، انا حسيت ان البيضه الواحده مش هتقضي. معلقه نشا، وملح طبعا، فلفل، دقيق، انا بنخله احتياطي.
تخففه بميه. محتاج تحط دقيق تاني مفيش مشكله. انا عايزه قوام معين، ده القوام اللي انا عايزاه. كده بالظبط. بصوا بحيث ان هو يمسك على الفراخ ما يقعش. تمام. قلت لكم يا حبايبي بعد الفراخ ما اتبلت كويس، انا ما لقيتش عندي اللي هي اعواد الشيش. بصوا كده معايا دي جبنه موتزاريلا. تمام. تمام. حطيت فيها قطعه فراخ واحده وقطعتين جبنه. تمام. ممكن نعمل العكس. القطعه اللي بلاقيها طويله بقسمها نصين. تمام. قطعه فراخ او ممكن يبقوا 2 بس. تمام. طبعا الكبيره كانت هتريحني كتير. تمام. قطعتين فراخ وقطعة جبنة. اخلص الكمية كلها طبعا، كمية كبيرة ان انا اخليكم كل ده معايا. تمام. هخلص طبعا زي ما انتم شايفين انا برص في الطبق قدامي. هخلص وحط الزيت على النار بيسخن. رجعت لكم، معلش الولاد زيتين. بصوا كده كل اللي انا هعمله كده هغلفها كويس. لو ما اتغلفتش كويس الجبنه هتسيح، اول ما تنزل الزيت هتسيح على طول. اللي عمل العرق ده النشا طبعا والدقيق. تمام. تمام. واضح عندكم ده دوريتوس. مش عايزه اقول لكم الولاد لما عرفوا ان انا هعمل لهم فراخ بالدوريتوس عاملين ايه. انتوا سامعين طبعا صوت الزيت. فكرة هي مش شرط تعمليها بالوراك، ممكن تعمليها بالصدور عادي هتبقى احلى كمان، لان الوراك بتبقى مش حته واحده. هعمل معاكم دي وبعد كده هكمل لوحدي لان الكميه كبيره طبعا. مش اي مشكله، انا بحاول بس عشان الدوريتوس ما يلكلكش من الزيادات. تمام. انا رجعت عايزه اقول لكم الجبنه عامله عمايل.
بجد يعني. بصوا مسيحه الدنيا. بص هقول لكم قبل ما افتح لكم واحده، هقول لكم على الحاجات المشاكل اللي قابلتني. اول حاجه خليكوا في الستيكس اللي كبيره، تمام، اللي هي اصلا بتاعه الشيش. اوكي. صغيره. مش عارفه اقلب. لما الماسك لسه ما اتغسلش معلش، لما بقلب بالماسك بتتفتح الجبنه بتسيح، تمام. فالدنيا ايه بتتبهدل معايا، تمام. غير لما تكون طبعا طويله. عايزه افتح لكم واحده بس مش قادره. عايزه اقول لكم بصوا الجبنه يعني حاجه توب التوب كده. مولعه نار طبعا. الجبنه عامله عمايل دلوقتي. الولاد هياكلوا ويقولوا رايهم. كفر طبعا دوريتوز روعه. تحفه تحفه بجد. يا رب الفكره تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.